السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة دكتور فيدلي الدواجن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين الكتكوت اللي قدامنا ده عمر 24 يوم. الوزن المثالي كيلو 300 جرام، كيلو و300 جرام. ده جايب كيلو 400، لكن متوسط الوزن هيعتبر كام؟ هيعتبر كيلو و300 جرام. احنا دلوقتي عمر ال24 او من عمر ال20 لحد عمر ال30، ده اخطر عمر في الدورة بتاعتنا دي، اللي بتظهر فيه الاصابات الفيروسية. عشان كده لازم دايما نكون رافعين من مناعة الفرخ بتاعنا، ونخلي بالنا من موضوع مهم جدا هو الإصابة بالبرد أو الطشمة. لأن الشائع إن من عمر 15 يوم كده لحد عمر 27 28 ممكن الفرخ يصاب منك ببرد وطشمة، نتيجة ل سوء تهوية، سوء تدفئة، ارتفاع درجة حرارة غير مناسبة، وانخفاضها بطريقة غير مناسبة بيؤدي ل برد. البرد ده من أكبر المشاكل اللي بتقابل أي مربي. الكتكوت بتاعنا ده فيه سنة برد خفيفة، سنة برد خفيفة. طيب، أعامل البرد إزاي وأتعامل معاه إزاي؟ أهم حاجة هو سرعة التعامل مع المرض. من أفضل المضادات الحيوية اللي ممكن تستخدمها لعلاج البرد هي الإريثروميسين. الإريثروميسين، رغم الناس كانت فاكرة إن أنا هقول لك التايلوزين، لا، الإريثروميسين. طب اشمعنى الإريثروميسين؟ الإريثروميسين من المضادات الحيوية الممتازة اللي ما بتأثرش على مناعة الكتكوت، يعني ما بتعملش خلل في المناعة بتاعة الكتكوت. وأهم حاجة إن أنا ادي مضاد حيوي او علاج ما يتلفليش المناعه، ما يبوظش المناعه، عشان لو المناعه ضربت انت كده فتحت المجال اي عدوى معديه تبهدل لك القطيع بتاعك. عشان كده بستخدم المضاد الحيوي الاريثروميسين، لان الاريثروميسين من ضمن المضادات الحيويه الموقفه يعني ايه؟ يعني بتعمل عمليه قطع للتسلسل بتاع البكتيريا، بتعمل خلل، تقوم البكتيريا ما تعرفش تكمل دورتها الطبيعيه فتموت، ما يحصلش عندها اي مشكله. طيب، اي برد او طشم هستخدم الاريثروميسين. دايما البرد ممكن يجي بإسهال مية، ممكن يجي بإسهال مجير. إسهال مية تلاقي فرخ بيشرب مية كتير ويرمي وراه، يشرب مية كتير ويرمي وراه، أو مجير فتحة المجمع من ورا كده تكون مجيرة. وناس كتير بتنخدع ويقول لك ده الكلى أو عندي خلل في الكلى استخدم غسول كلوي. لا، ده برد بنسبة 99% برد. لو بيدي إسهال ميه وطري نازل كده، يبقى لازم استخدم الاريثروميسين واقويه بمضاد حيوي اخر، او ادعمه بمضاد حيوي اخر زي الكوليبريم او الكوليترين. سنتي على لتر الميه او نص. لو جبت كوليبريم مستورد حط نص سنتي معاه. لو الحاله مظبوطه، الحاله شديده، حط سنتي لمده 3 ايام متواصل ليل مع نهار. لو البرد متوسط والفرخ كويس استخدم الكوليتريم المصري، واستخدم سنتي على لتر الميه لمده 3 ايام او 4 ايام متواصل. لو انت معالجتش البرد كويس الفرخ هيرجع منك يعني ايه؟ الفرخ هيكسل، هيصد عن الاكل، هيبتدي يحصل ترجيح في الاوزان. تلاقي الفرخه بعد ما كانت 2 كيلو، بعد ما كانت كيلو ونص، بتقل كيلو 450، كيلو 400، ويحصل عندك عملية نفوق، عملية نفوق. ده لمدة 3 أيام أو 4 أيام متواصل. لو الحالة شديدة ودي سقوة لمدة 6 ساعات أي نوع مضاد سموم عندك، عشان ما يحصلش عندي سموم عالية. لأن مجرد ما بيحصل عندك برد أو يحصل عندك طشمة، ما بيحصلش برد لوحده، لا، ده بيجي بص تلاقي تفتح عليك الفواتيح ياما. تلاقي بقى البراز بتاع الفرخ بتاعنا فيه جميع الاشكال وجميع الالوان.
اللي برضه سليم، اللي عنده كوكسيديا، اللي عنده كوكسيديا وكوليستيريديا. عشان كده لازم اعالج اول باول، اعالج ايه اول باول، وما ايه ما احشف اي خطأ ايه يبوظ مني الدورة. طيب قويت بكذا، قويت بايه؟ بالاريثرومايسين، الاريثرومايسين بالكوليبريم او الكوليترين. طيب لو المجيرة من ورا في عملية تجيير، هقوي الاريثرومايسين بايه؟ بالاوكسي تتراسايكلين. هخلط 50 جرام اريثرومايسين و50 جرام اوكسي تتراسايكلين، وابتدي احط 2 جرام على اللتر من الخليط دهوت. وممكن لو انا عايز اظبط المعده ما يحصلش عندي مشاكل معويه، احط 50 جرام امبرول، 50 جرام امبسلين، 50 جرام معلش 50 جرام 50 جرام اريثرومايسين، 50 جرام امبرول. اخلط الثلاثه على بعض واحط 2 جرام لمده 3 ايام او 4 ايام متواصل، مع سقوه في الوسط كده لمده ساعات ل6 ساعات. مضاد سموم هتديك نتيجه ممتازه جدا، مع تظبيط التدفئه الجيده وتظبيط التهويه الجيده. معادله لازم تظبطها. يبقى دول العلاجين اللي انا ممكن استخدمهم، تمام، هيدوني نتيجه ممتازه جدا. طيب مش عايز انزل بمضاد سموم، ممكن انزل برافع مناعه. طيب هتقول لي يا دكتور الروافع المناعه بروح اشتريها غاليه واسعارها خيال وممكن تكون مضروبه. طيب اعمل الخلطه دي، حط ربع كيلو توم على ربع كيلو ليمون على ربع كيلو بصل على لتر خل، واضرب وصفي، واستخدم 5 سم للتر لمدة 8 ساعات أو لمدة 12 ساعة. استخدم العلاج البيطري 12 ساعة واستخدم الخلطة دي 12 ساعة. الخلطة دي خلطة ممتازة جدا جدا جدا، هتظبط معاك في عملية البرد، إنها مليانة بالمضادات الحيوية، مليانة بروافع المناعة، مليانة بالفيتامينات والأملاح والمعادن اللي موجودة في الثوم، موجودة في الخل، موجودة في البصل، وفيتامين سي اللي موجود في الليمون. طب أنا ما لقيتش فيتامين سي، ما لقيتش ليمون، استخدم البرتقال كله فيتامين سي. استخدم اليوسفي، حط حباية أو حبايتين على الخليط واعصر وقدم للفراخ، هيطلع معاك عصير. بعد ما هتصفيه هتحط منه ايه 5 سم على اللتر. التفل اللي هيبقى عندك من الخليط دوت هتبتدي تقلبه على 2 كيلو علف، وبعدين تقلبه على 2 كيلو علف، تروح جاي عالف بيه الدواجن بتاعتك، او ممكن تزود عليه كمان 2 كيلو وقلهم 4 على قد الطاقه اللي عندك، وتعرفوا طاقه واحده وما تضيفوش على الشكاره كلها، لانه هو بيكون طري. الطراوه بتاعته ديت هتعمل ايه معاك؟ لو انت خلطته على شكاره وما استخدمتهاش على طول هتعلي معاك نسبه الرطوبه في العلف، ولو نسبه الرطوبه زادت في العلف هتنشط معاك السموم اللي هي الفطريات، وتعلي معدل السموم الفطريه في العلف بتاعك. فضلا وليس امرا، الشير واللايك. الشير بيفرق معانا، اللايك بيفرق معانا. انا بقول لك حاجه خبره معمليه، يعني في ارض الواقع، ما بقومش قاعد انا في مكان منعزل عنك وبقول لك اعمل كذا وكذا، لا، كل الحاجات دي يا جماعه احنا بنجربها واستخدمناها وادتنا نتائج ممتازه. طيب اهم حاجه ايه بقى قبل كل ده؟ ان انت تجيب العلاج من مصدر كويس، يعني يكون العلاج مأمون، مش علاج شعبي او تجاري، لان ساعات يا جماعه بتبقى العلاجات الدكاتره البيطريين ساعات بيسترخصهم ويجيبوا انواع شعبيه، الماده التركيز الماده التركيزيه في العلاج بتبقى غير فعاله، او عشان تفعل بدل ما تستخدم جرام تستخدم 2 جرام للتر عشان تديك نتيجه كويسه. لو انت اتبعت كل الحاجات دهيت ان شاء الله اي فرخه عنده برده وعنده طشمه هيخف معاك وهيبقى كويس. الشير واللايك بالله عليكم يا جماعه، الناس بتكتم على الفراخ عشان تدفيه، ده غلط. ناس بتهوي جامد، ده غلط. لازم يكون في معادله ما بين الاثنين. الناس الاهالي في البيوت بيربوا على بيجي كتير في الصيدليه مربى على الراتش. تربيه الراتش يا جماعه تربيه سيئه جدا جدا جدا. شير ولايك بالله عليك، شير ولايك بالله عليك.